اهلا وسهلا. اهلا وسهلا اصدقاء قناه معمر. يا رب تكونوا بخير وكل سنه وانتم طيبين بمناسبه الشتاء اللي احنا فيه ده. بجد يا جماعه انا النهارده عايزه اتكلم معاكم في موضوع مهم جدا. عندي فئه كبيره، مش فئه صغيره، فئه كبيره من الشعب المصري ومن اماكن كتير ومن دول كتير، الا وهي ايه رايكم في اداء نادي الزمالك اليوم؟ وكل يوم يستنوه. نادي عريق زي ده ونادي كبير زي ده، ايه اللي بيحصل فيه؟ انا نفسي اعرف ايه اللي بيحصل فيه بجد. احنا كل يوم دمنا محروق. الزمالك يا جماعه مش نادي بالنسبه لنا احنا بنشجعوه، ده حاجه بتجري في دمنا، الا ان كنا سيبناه من زمان وقلعنا التيشيرتات كلنا من زمان، ولكن ده حاجه في دمنا. نادي عريق، نادي ليه اصول، نادي كانت لعيبته ما شاء الله عليها. اهالينا احنا طلعنا بنحب نادي الزمالك عشان اهالينا كانوا بيحبوه، مش بيحبوه من فراغ. اكيد كان يعني في وقت ده هو اقوى نادي. ايه اللي بيحصل له؟ هو الغلط فين بالظبط؟ هو الفشل فين؟ الفشل في اداره ولا في لعيبه ولا فين ولا ايه؟ ولا معمول له سحر زي الباشا ما بيقول؟ ما يكونش معمول له سحر فعلا؟ ايه الكلام الفاضي ده؟ اما يبقى رئيس نادي كل يوم يسكتنا ان النادي معمول له سحر 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 سحر، ايه الكلام الفاضي ده؟ ما يشوفوا الخلل فين ويصلحوه، ويشوفوا ان كانت لعيبه ما يعملوا لها جرد يا جماعه. ان كانت اداره، ايه اللي متمسكين بمرتضى منصور ليه؟ يعني معلش متمسكين بيه ليه؟ ايه الحكايه ان هم متمسكين بيه كده؟ في ايه؟ مدرب فريق ان كان فاشل يروح ويجي غيره. على فكره انا عايزه اقول لكم حاجه، ان في اكتر من طريقه ممكن الواحد يحرق بيها دمه، بس ما كنتش حابه ان هي تيجي من حاجه انا بحبها وانتوا بتحبوها. احنا لما بنحب حاجه بالذات في الرياضه او بنشجع حاجه، بتبقى الحاجه اللي قلبنا رايح عليها، فبالتالي احنا عايزين نشوف منها كل حاجه حلوه عشان نرتاح نفسيا. اشمعنى الكوره اللي الاداء متدني فيها؟ ما التنس كويس والحاجات الباقي الرياضات في نادي الزمالك كويس، اشمعنى الكوره عشان لها نسبه مشاهدين كتيره هي متدنيه؟ ليه؟ ايه الخلل؟ انا بسأل ايه الخلل يا جماعه؟ احنا عايزين نشوف الخلل فين بجد. تمام. بس في النهايه انا هفضل زملكاويه، واحتيالي ناس كتير هيفضلوا زي الزملكاويين، لان انا مؤمنه وعندي يقين ان مهما طال الفشل هيبقى بعديه نجاح، بعد الفشل ان شاء الله نجاح. هقول ايه؟ هنصبر ونحتسب بجد، وان شاء الله هيجي يوم وهنفرح، ومشجعي النادي هيفرحوا كلهم. بس رغم ان انا في الوقت الحالي عندي يأس وعندي احباط وتعبانه فعلا، لان انا قلت ده نادي بيجري في دمي، مش مجرد نادي، ده نادي بيجري في دمي. فرغم كل اللي انا بمر فيه ده، الا انا برضك هتفائل، لان انا اصلا حكايه تفاؤل، فما ينفعش اصلا اللي انا كل يوم بتكلم على التفاؤل واجي في حاجه واقول لكم لا ما تتفائلوش. بس من حقنا نزعل، ومن حقنا نصور، ومن حقنا نغضب، ومن حقنا حاجات كتير، بس برضك هنفضلوا زملكاويين وبتشجعوا نادي الزمالك، لان انا في النهايه مش بشجع نادي الزمالك عشان اشخاص ولا عشان اداره، ده نادي بيجري في دمي. تمام؟ بس في حاجه بقى، مش عشان انا زملكاويه الاهلاويه ما يدعمونيش، انا بطلب من كل الزملكاويه والاهلاويه، كل المصريين من الاخر وغير المصريين كمان، يدعموا القناه ويشتركوا في قناه معمر، وهستنى تعليقاتكم الجميله اللي انا بستناها كل مره. بجد انا بحب تعليقاتكم جدا، والحمد لله برد عليها كلها، ودايما مع بعض ونتفائلوا يا جماعه، ما احنا لازم نتفائل.